الراجل كل يوم يرجع بيته يلاقي أمه بتقوله: شوف يا ابني، دي ما بقتش عيشة. كل يوم مراتك تشتمني وتقل كرامتي. لا يا حبيبي، انا عندي شقتي اروح اقعد فيها معززة مكرمة، ولا واحدة زي دي تغلط فيا؟ معاش ولا كان يا قمر اللي يغلط فيكي، ده انا كسر لها دماغها. والراجل يدخل على مراته اوضه النوم ويقفل الباب ويمسك عصايه ويضرب على المرتبه، ومراته تصرخ اكنها بتتضرب. امه تسمع الضرب والصريخ تبقى مبسوطه. الراجل يحضن مراته ويقول لها: معلش يا حبيبتي، حقك عليا. حقيقي مش عارفة هي ليه بتعمل كده. معلش يا حبيبتي، يا ما كبرنا يا ما صغرنا، ما نعرفش بكره لما نكبر هنعمل ايه، علشان خاطر استحمليها. يا حبيبي انا علشان خاطرك لو امك نار هستحملها. تاني يوم الصبح الراجل قال لمراته: بقول لك ايه يا حبيبتي، النهارده روحي قضي يومين عند امك تريحي اعصابك شويه وتغيري جو. ماشي يا حبيبي، ما عنديش مانع. مراته خرجت من غير ما امه تاخد بالها. قفل باب اوضه النوم وخرج قال لامه: خلاص يا ست الكل، انا قفلت باب الاوضه بالمفتاح علشان ما تطلعش وتضايق. الراجل خرج راح شغله ورجع اخر اليوم بيته، لقى امه بتعيط وبتقول له: مراتك طول اليوم عمالة تشتمني وتغلط فيا، وهي مقفول عليها باب الأوضة. للدرجة دي أنا رخيصة عندكم؟ الراجل يحضن امه ويقول لها: رخيصه ازاي؟ ده انت اغلى حاجه في حياتي. بجد يا ولا بتضحك على عقلي؟ بجد طبعا يا قمر. يعني انت بتحبني اكتر ولا مراتك اكتر؟ ده انت الحب الكبير الاول والاخير. بس مراتك بتضايقني. هي تقدر؟ ده انا اقطع رقبتها. لا يا ابني، مش الدرجة دي. انت عارفه انا ما اتجوزتهاش غير لما لقيت فيها شبه منك يا قمر. هي مين اللي شبه؟ بس انت احلى منها بكتير. طبعا، وهي دي فيها كلام؟ بس مراتي غلبانه وبتحبك ودايما بتشكر فيك. هي بتشكر فيا؟ طبعا هي هتلاقي حما في طعامتك وحلاوتك وطيبتك فين، دي حتى باعتبراك امها. انا كمان يا ابني معتبرها بنتي، وعمري ما اشتكيت منها في حاجة. طبعا ده انتوا سمنة على عسل، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. واخيرا لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.